وصفة كباب الحلة، وهي الوصفة المفضلة لكتير من زوارنا. كيلو لحمة ضاني تقطعها قطع صغيرة، بصلتين متقطعين قطع صغيرة، 1 فلفل أخضر متقطع برضو قطع صغيرة، فصين توم مفرومين، معلقة ملح صغيرة، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة كبيرة بهارات اللحمة. هنضيف الزيت أو السمن في الحلة وعليه البصل ونقلبه لحد ما يتحول للون الذهبي. نضيف الثوم المفروم ونقلب، وبعدين نبدأ نضيف قطع اللحمة على مراحل، 2 أو 3 في المرة، ونقلب بين كل مرحلة لحد ما لون اللحمة يتغير. نضيف بهارات اللحمة ونقلب كويس. بعد كده هنضيف الفلفل الأخضر والفلفل الأسود ونقلب لحد ما يتحول لون اللحمة لبني غامق. بعدها نضيف نص كوباية مية ونستمر في تقليب اللحمة لحد ما يبقى لونها بني فاتح. هنغطي الحلة ونسيبها على نار هادية من 1.5 لساعتين لحد ما اللحمة تستوي، مع إضافة نص كوباية مية كل نص ساعة. قبل ما نشيل اللحمة من على النار هنضيف الملح ونقلب كويس. كده تمام، بالهنا والشفا.